مرحبا بكم، نهاركم زين. اليوم جيتكم بوصفة هايلة توفر لكم مصروف جيبكم، وصفة اقتصادية وما نستغناش عليها أنا. هي العسل بطريقة المحلات. صدقيني ما راح يخسر لك، ما راح يفسد لك، يبقى لك عام حتى خارج الثلاجة ولا في الثلاجة، وما راحش يجيك خفيف، وما راحش يجيك فاسد، ما راحش يفسد لك، راح يجيك مثل تاع المحلات في القوام وفي كلش، وبحاجة سهلة وبطريقة سهلة. تبعيني في التفاصيل. نبداو على بركة الله. تجيبي كاس باه تكيلي به السكر، زوز كسارن وزوز كسارن. درك نقول لكم علاه استخدمت زوز كسارن. انا نحط زوز كيلات سكر وحدهم ونقصنهم النار ونخليهم يتكرملوا. هنا الكيلات اللي يتكرملوا ما نحركهمش بالملعقة، نحرك غير الكسرونة فقط، نحزها وندورها بالعقل. من بعد باه يتحرك السكر والكراميل اللي فيها لين يصبح يتكرمل، يولي كيما الكراميل. كي يصبح كيما الكراميل نقدر نستخدم هنا الملعقة في نفس الوقت، بينما نكونوا شعلنا على هذاك السكر، نكونوا حاطين في الكسرونة الثانية كيلة بنفس الكيس تاع سكر وزوز كيلات بنفس الكيس تاع ماء، نقوي النار ونخليهم يغليوا مليح. كي نبدو نشعلوا عليهم مع بعض راح يتكرمل السكر ويغلي الماء في نفس الوقت. كي يغلي الماء وتذوب فيه كيلة السكر نصبوا بحذر على الكراميل تاعنا، ونحرك غير بشوية، نحاذر بالك تتحرقي من هذا المزيج. هنا نقصوا له النار ونزيدوا له كمية من الليمون، هنا ضروري كمية من الليمون، واللي ما عندهاش ليمون دير ملعقة كبيرة من الخل، ونقص النار ونخليه يوصل للقوام اللي نحاوس عليه. انا وصلت لواحد القوام خاثر كيما تاع الحانوت، ونستعمل به البقلاوة تاعي نعسلها به وما يخسر